السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. انا سمر من مطبخ وصفات سمر حسين ودي قناتي. لو لسه مش مشتركة في القناة انزلي واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. كل سنة وانتم طيبين وعيد اضحى مبارك عليكم وعلى الأمة الإسلامية والعربية جميعا يا رب. وصفتنا النهاردة هنعمل مع بعض الطحال وهنعرف ازاي التسوية الصحيحة بتاعته وازاي يطلع معانا بالطعم الخطير والتسوية الممتازة. أول حاجة عندي هنا الطحال ده طحال طازة فريش. طبعا الناس اللي هي بتذبح أول يوم العيد، ففي ناس بتعرف ازاي تسوي الطحال وفي ناس مش بتعرف وما تعرفش التسوية الصحيحة بتاعة الطحال بتبقى ازاي. أولا أنا عندي هنا الطحال ده حجمه متوسط طبعا على حسب حجم الذبيحة اللي انتوا بتعملوها. عندي هنا مية تكون بتغلي، المية هنا بتغلي وهنزل بيها في الطحال وهسيبه لغاية يعني حوالي كده يعني نص ساعة مثلا كده. الريم اللي بيطلع على وش الطحال ده طبعا احنا بنشيله، وكل ما بيجمع مجموعة كده من الريم احنا بنشيلها أول بأول. طبعا بعد ما خد نص ساعة كده أنا هبتدي أنزع الجلدة عن الطحال، ودي اللي بتخلي الطحال ما يستويش معايا بسهولة ويبقى بيشد معانا، علشان خاطر الجلدة دي بتقلل السوى وبتخليه يعني طعمه بيشد. وكمان الجلدة دي بنشيلها من الكبدة لأنها بتأخر السوى بتاع الطحال أو الكبدة. هبتدي بالتدريج كده أطلع الجلد اللي موجود في الطحال بكل سلاسة، طبعا علشان أخد فترة كده كويسة على البوتاجاز، فالجلدة بقت سهلة إن هي تطلع معانا من الطحال بكل سهولة. ابتدي كده فرغي زي ما انتوا شايفين، أنا بحاول أوريكم خطوة بخطوة إن أنا بحاول أنزع الجلدة. شايفين هي بتبقى ماسكة شوية بس يعني ما ينفعش إن احنا نعملها هي والطحال يعني طازة، لازم نديله الأول غلوة على البوتاجاز. شايفين الشدة بتاعة الجلد ده بيأثر جدا في تسوية الطحال. هنخلص كل الطحال كده ونقشره بالشكل ده، وبعد كده هبتدي أقطع الطحال، وازاي هنا هوريكم ازاي تعملوه بالطعم الخطير ده. عندي هنا الطحال أنا هقسمه بالنص زي ما انتوا شايفين كده، وهقطعه لمكعبات يعني حجمها مش كبير قوي ولا صغير قوي، يعني حجمها يعني أقل كمان شوية من المتوسط. شايفين الحجم ده حلو جدا. قطعي الحجم ده او ممكن تقطعيه مكعبات صغيرة او شرايح رفيعة زي الكبدة كده، لكن انا هنا حبيت ان هو اعمله بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وعلى فكرة يا جماعة فوائد الطحال دي عظيمة جدا، يعني نسبة الحديد عالية جدا فيه. الناس اللي هي بتشتكي من الأنيميا وفقر الدم ده ممتاز جدا جدا جدا. ده غير ان هو مفيد جدا للبشرة وللشعر. على فكرة أنا والله يعني من عشاق الطحال جدًا، في ناس مش بتحبه، ولكن والله بجد يعني فعلًا الفوايد بتاعته توزنيها بجرام الدهب، من كتر ما هي الفوايد بتاعته عظيمة. ويعني الناس اللي هي بتشتكي من الأنيميا والناس اللي بتعمل دايت أو كده، وطبعًا علشان الأنيميا ما تنزلش معاها، يُفضّل إن يكون عندها الطحال. وعلى فكرة مش بيبقى فيه دهون خالص، يعني دهونه خفيفة جدًا، جدًا غير الكبدة، يمكن الكبدة شوية فيها دهون. عندي هنا كوبايتين من المية عليهم معلقتين كبار من الزيت، وممكن تستخدمي معلقة كبيرة من السمنة أو الزبدة بس أنا استخدمت الزيت. عندي توابل اللي هي بتاعة الكبدة، وعندي ملح وفلفل، وهنزل عليهم بفلفل أخضر وبصل، وهننزل عليهم بالمية. طب هتقولي لي في المية لأن احنا هنكمل التسوية بتاعة الطحال. وطبعًا بعد ما بيتشرب كل المَيّة الموجودة دي إحنا المَيّة لمّا بتتشرب تمامًا بيفضل معانا الزيت بس، فبتبتدي الطحال يحمر معانا بقى ويدّينا اللون الخطير ده. وكمان على فكرة نفس التسوية دي تقدري تسوي بيها برضه الكبدة. طبعًا هنا الطاسة كانت صغيرة فأنا نقلتها في طاسة أكبر علشان تساعدني إن أنا أحرّك الحاجات كلّها مع بعض. سيبي بعد ما تقلبي كل المكونات دي سيبي الطحال على نار هادية جدًا لغاية ما يستوي تمامًا معاكِ ويتشرب كل المَيّة الموجودة في الطحال، وهيفضل كل البصل والشطة والكلام ده كله
هيتحمّر مع الطحال لمّا المَيّة تتشرّب تمامًا، فخلاص كده هتلاقي الطحال بيدّي صوت شكشكة كده، إن خلاص المَيّة كده ما فيش اتبخّرت، فهنبتدي نقلّب كل المكونات دي ونسيب الطحال لغاية ما ياخد لون. أنتِ ممكن تستخدمي طاسة ألمونيوم، بس أنا بالنسبة لي الطاسة اللي غير لاصقة دي بتكون أفضل، بتدّيني درجة ولون حلو جدًا للطحال أو الكبدة أو أي حاجة بنحمّرها عمومًا. الصوص اللي موجود في الطحال بيبقى طعمه رهيب يا جماعة. أنصحكم بالوصفة دي جدًا، خاصةً إن هي صحيًا مفيدة جدًا. بترفع الناس اللي هي الأنيميا نازلة عندها، بترفع الأنيميا جدًا في وقت قصير جدًا، لإن نسبة الحديد عالية جدًا، جدًا فيه. طبعًا يعني الشكل بيتكلم عن نفسه والطعم خطير بجد، هتندموا جدًا. نسيت كمان لو ضفت يعني في التوابل اللي إحنا بنضيفها دي، في رشة من الكمون كمان بتدّي طعم حلو جدًا للطحال. طبعًا الوصفة دي لازم تجرّبوها في العيد، ولازم تكتبوا لي في الكومنتات رأيكم فيها إيه. هنا تقدري تحشي بقى بالعيش المصري أو بأي عيش بتستخدميه. بيبقى طعمها جميل جدًا كده مع شوية جرجير وسلطة طحينة. أنا هنا ما عملتش ولا أي حاجة من ده كلّه، أنا بس حشيت فيها الطحال. تقدري تعملي طبقة من الجرجير سلطة الطحينة بتدّيكِ طعم رهيب جدًا. ما تنسوش تجرّبوا الوصفة دي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. ولو وصلتِ معايا لنهاية الفيديو ما تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. وكل سنة وأنتم طيبين وعيد سعيد مبارك عليكم يا رب وعلى الأمة الإسلامية، وأترككم في رعاية الله. سلام عليكم.